هل عمرك حسيت إنك ما تستحقش النجاح اللي أنت فيه؟ أو حسيت بما يسمى الإمبوستر سيندروم؟ دي ظاهرة مهمة جدا، لازم تتفرج على الفيديو ده عشان هقول لك يعني إيه وإيه الحلول بتاعتها. لو قبل كده رفضت فرصة كبيرة أوي اتعرضت عليك علشان مجرد حسيت إنك مش قدها، أو حد مدحك وحسيت جوه نفسك إنك أنت لا والله أنا ما استحقش اللي هو بيقوله ده، فكرت تعمل محتوى أو كورس أونلاين وبعد كده قلت لنفسك هو أنا مين يا عم عشان أعمل محتوى لغيري ولا أعلم غيري؟ فأنت في الغالب بتعاني من حاجة اسمها الإمبوستر سيندروم أو متلازمة المحتال، ودي على فكرة مش حالة نادرة ولا غريبة، دي بتحصل لأكثر الناس نجاحا وذكاء. بس هي إيه بالظبط؟ الإمبوستر سيندروم عبارة عن حالة ذهنية بتحسسك إنك مش قد المكان اللي أنت فيه أو المكانة اللي أنت وصلت لها، ودايما بتحسسك إنك مش بالكفاءة اللي الناس شايفينها، لدرجة إن هي ممكن تحسسك إنك مزور أو نصاب وهتتكشف في أي لحظة. دراسة من ال APA بتقول حوالي 70% من الناس الناجحين مروا بمرحلة حسوا فيها إنهم مش قد اللي وصلوا له. طيب ليه ده بيحصل؟ لأنك شخص طموح وبتقارن نفسك دايما ما بينك وما بين الأكمل أو الأحسن، لأنك دايما بتركز على النواقص مش على اللي انت انجزته قبل كده، ولانك فاكر ان الخبير الحقيقي لازم يكون عنده شهادة معينة او عدد متابعين ضخم. طيب تطلع من الحالة دي ازاي؟ واحد، دون انجازاتك مش احساسك، اكتب اللي انت عملته فعليا في حياتك، واكتب مين يا ترى اللي استفاد منك او ايه الفرق اللي انت عملته في شغل حد او حياة حد. اتنين، دايما افتكر ان مفيش خبير كامل، كل خبير كان مبتدئ في البداية وكل خبير لسه بيتعلم. لو فضلت تستنى انك توصل لمرحلة الكمال عمرك ما هتبدأ. 3، شارك وانت بتتعلم. الناس مش بتثق في المثالي، الناس بتثق في اللي بيشارك تجربته بصدقه ونواقصه وتطوره. ايه الخلاصة؟ الشعور انك مش كفاية مش معناه انك مش كفاية فعلا، معناه انك انسان واعي بس محتاج تفصل ما بين الحقيقة والمبالغة اللي في دماغك. قولي كده بصراحة في الكومنتات، هل عمرك حسيت قبل كده انك مش قد النجاح اللي انت حققته؟ هستنى ردك. السلام عليكم.